ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المطبخ المصري ما فيهوش اي حاجه عجيبه غير الطاسه السوداء المكلكعه. الطاسه دي بيكون عليها طبقات كده متراكمه من حاجات سوداء، ملخص المأكولات اللي اتطبخت من وانا صغير. لسبب ما الطاسه دي عزيزه على ماما جدا، واهم عندها من انا شخصيا. لو اقترحت عليها ان هي ترميها بيجيلها بوادر كومة السكر كده وبيبقى يوم اسود. في المطبخ المصري في راديو ترانزستور كده مش عارف هم جايبينه منين، ده معلوماتي عنه ان هو انقرض من الثلاثينات، بس بتلاقيه في المطبخ، بيبقى تبع الاثار بتذاكر وكده. تشغل الراديو وتحط كوين وتسمع. هو اساسا بيكون محطه واحده، علشان كده هو مزيت، ما بتعرفش تقفل، هو ثابت على محطه واحده. في طبعا شويه ملابس داخليه تم اعاده تدويرها وبقت حتت للمطبخ وبقت متعدده الاستخدامات. في بقى ضرفه مخرومه خرم ضخم على الشباك كده ومحشور فيها ملابس داخليه، دي غالبا بتبقى عشان الفار. غالبا الحته دي بقى بتضايق الفار جدا، لانه غالبا ما بيبقاش عارف يخرج، هو عايش معانا بقاله كتير. طبعا انت لازم تلاقي علبه جبنه اللي هي كوبايات، اهي دي بقى بتتحول في يوم من الايام لكوبايه شاي، وبتشرب الشاي وهو في الجبنه من جوه كده. وطبعا بتلاقي كنكه من غير ايد وبراد ايده سايحه، دول في قسم الحروق مع بعض كده. ومعاهم الطبق الصيني الوحيد اللي فلت من الطقم القديم اللي كان موجود في جهاز ماما، بتلاقيه مشروخ من هنا، تلاقيه مشروخ من جواه كده يا عيني. اوضه الكراكيب الاسم لوحده كفايه، مرتبه قديمه، سرير مكسور، مكنه سنجر ما تعرفش هي جت منين، عجل العيال وهم صغيرين، سلم ايديال، البومات صور، ميزان ما فيهوش بطاريه، فيديو فيتاماكس واتاري، شرايط فيتاماكس واتاري، كتب قديمه، تراب. ساعات البلكونه في البيت المصري بتكون الاكستنشن بتاع اوضه الكراكيب، غير طبعا التوم والبصل المتخزنين. ممكن نلاقي فيها عجله قديمه تلاقيها متعلقه على المنشر مش عارف ازاي، بس المصريين الناس الوحيده اللي ممكن تعمل كده، ما تلاقيهاش في اي دوله تانية. الحركات مثلا سلم، جرايد كتير، ثبت مخروم من غير قاعده، بورس ما بيتحركش من مكانه وباصص لك بتحدي كده، بقاله كتير قوي قاعد معانا. غالبا بيكون في صباره ميته برضو. شوف انت بقى لما الصباره اللي بيئتها الطبيعيه هي الصحراء تموت عندي في البلكونه، يبقى البلكونه دي ايه؟ من كائنات البلكونه برضو تلاقي كرتونه كانت بتاعت سخان او غساله، اللي هي من ايام ما كانوا بيكتبوا في لبس بالعربي. الكرتونه دي بقى لازم لو فتحتها تاخد بالك قوي وانت بتفتحها، لحاجه تنط في وشك ولا حاجه. البس تقيل، وشك لبس مستكشفين، غوص بقى يا معلم في الماضي. هتلاقي تليفون بقرص وسلك طبعا من الثمانينات، وانت خارج من البلكونه وشايل التليفون محدش هيعرفه، محدش هيعرفك انت اساسا. انا جربتها قبل كده. وهتلاقي جرايد كتير برضه. الجرايد القديمه عموما جزء من ثقافه البيت المصري، المصريين بطبعهم يعزوا الجرايد قوي. لا مش علشان كده، مش عشان الثقافه خالص، عشان دماغك بس ما تروحش لبعيد. احنا بنحب الجرايد لسبب تاني خالص، علشان انت هتجيب ازاي كميه الورق ده كله بجنيه وبيجيلك لغايه البيت. اخطف رجلك كده لسمير وعلي وحاول تجيب كميه الورق اللي موجوده في الجرايد وقول لي هتدفع كام. الجرايد في البيت المصري بتتحول لحاجات كتير جدا، مفارش للسفره، جوه الدواليب، تحت ازازه كومودينو، سجاجيد للارض، ادوات تنظيف تلمع بيها، وسبحان الله فيها سحر رهيب في التلميع ما تلاقيهوش في اي منظف. تقصقص تعمل زينه، تلف بيها الرواية اللي جاي من البلد اللي هو موطنه الاصلي فوق التلاجة، حشو للجزم عشان ما تتطبقش، اي حاجه الا الهدف الاصلي من الجرايد. عندك الجزامه مثلا، احنا غاويين نحافظ على تطور حجم رجلينا وتطور الموضه في نفس الوقت، من ايام الكوتشي والاميجو اللي بينور لغايه السكتشر والكروكس. ما بنرميش حاجه ابدا، كله موجود يا باشا. افتح الجزامه كده التاريخ بيفوح منها، بالريحه بالعك بكل حاجه. من الاماكن الغريبه والمميزه قوي في البيت المصري هي منطقه فوق الدولاب، منطقه رهيبه موحشه. عارفين هليوبلس الجديده؟ ما تروحش هناك بعد التجمع كده، علشان توصل لها لازم تكون مغامر حقيقي، لازم تكون بتعرف تتسلق، تستخدم سقالات، باراشوت، سلالم، وفي الاخر مش هتلاقي حاجه شيقه، هتلاقي كده شويه شنط وبطاطين قديمه وجرايد. الاوضه اللي في البيت المصري ما فيهاش حاجه مميزه الا مراحل التطور التقليديه اللي بتمر بيها. يعني مثلا اوضه نوم بابا وماما بتبدا باوضه نوم فعلا، مفرش، سرير عروس اب كرانيش، اضاءه جانبيه حالمه، جو لطيف جدا. تدريجيا المفرش ده بيتلم ويتحط في الصحاره علشان العيال ما تعملش عليه حاجات مش لطيفه. الاضاءه الحالمه دي بتتبدل بلوند نيون بيضه، غالبا بتكون موفره، بترعش كده عشان بتكون محتاجه ستايل. وطبعا ليه؟ علشان نشوف. واحنا بندور بقى على فرد الشرابات اللي ضاعت، والكتينه بتاعت الواد اللي وقعت ما بين السرير والكومودينو. والكومودينو بالمناسبه تحت الازاز بتاعه صور ابيض واسود مقطوعه ومتلزقه لناس محدش يعرفهم. تسال ماما تقول لك لا والله يا ابني انا مش عارفه، انا لقيتهم.
وشويه كروت سبوع كده بيجيبوا شعراء عاميه يكتبوا حاجات حلوه كده على الكروت، زي مثلا ما تبصوش مش عارف ايه، انا جاي ابن مي. عارفين الحاجات دي اللي هي مش موزونه وهي تركب على اي اسم وخلاص. تسريحه بقى بيتشال من عليها كل الكلام الفارغ ده، طبعا عشان المكياج بيتاكل، العيال بتيجي تدمر كل حاجه. وتم تحويل الاوضه دي بقى لاوضه غسيل، اكوام من الغسيل، نضيف وعايز يتغسل وعايز يتطبق واللي عايز يتكوي، وصيفي وشتوي وجرايد. اوضه السفره بقى بتبتدي كاوضه سفره فعلا، تدريجيا بتتحول لمكتبه الاسره او سنتر دروس خصوصيه او مكتبه النجاح للادوات المكتبيه والكراسات والجلاد، وفي تصوير مستندات على فكره، اللي انت عايزه. سلام. مبسوط معاكم واتمنى طبعا دعمكم، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، والسبسكرايب الجميل واللايك والشير والتعليقات اللي هرد عليها طبعا بنفسي، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان لو في جديد يوصله كل جديد. شكرا.